أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة التي أستهلها معكم بالعناوين. خط دبي سيما بور الحدود بين إريتريا وإثيوبيا يفتتح رسميا اليوم. نيافة الأنبا لقاس يوجه كلمة بعيد القديس يوحنا. جهود ومساعي مستمرة لضمان نظافة العاصمة أسمرة. روسيا تتهم أمريكا باستخدام قنابل فوسفورية في سوريا. كوريا الشمالية تنظم عرضا بلا صواريخ عبر القارات. قتلى من أفراد الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان. في إطار المساعي الرامية لإعادة العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا إلى أوضاعها الطبيعية وتنفيذا لبنود اتفاقية أسمرة للسلام، وافتتح خط دبي سيما بور البر الذي يربط بين البلدين اليوم الثلاثاء 11 من سبتمبر في حفل تدشين رسمي. للمزيد من التفاصيل مع هذا التقرير الذي يأتيكم بصوت الزميل قاسم أحمد. افتتح خط دبي سيما بور البري الذي يربط بين إريتريا وإثيوبيا اليوم الثلاثاء 11 من سبتمبر الجاري رسميا، ودشن افتتاح الطريق الذي يربط بين إريتريا وإثيوبيا لخدمة الشعب وتحرك الممتلكات من وإلى إريتريا وإثيوبيا، ويربط أيضا بميناء عصب بعد قطيعة دامت 20 عاما. فخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية دكتور آبي أحمد. وشارك من جانب إريتريا في مراسم الافتتاح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يمان جبرآب، وقائد القوات البحرية الإريترية اللواء حمد محمد كاري، وحاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي، وغيرهم من قادة الجيش والمسؤولين في الدولة. بينما شارك من الجانب الإثيوبي الفريق سعري مكونن قائد هيئة الجيش الإثيوبي الفيدرالي ونائب رئيس الوزراء دمقي مكونن. وفي مراسم الافتتاح الرسمي التي جرت في ضاحية بوري من الجانبين استقبل الأعيان يتقدمهم سلطان رحيت عبد القادر داود ومئات من القوات العسكرية الإريترية والإثيوبية زعيما البلدين بحفاوة كبيرة. وعاد فخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد بعد مساهمتهم في المراسم الافتتاحية إلى العاصمة أسمرة متوجهين إلى صرح نقطة الحدود لنفس الهدف. وكانت إحدى بنود الإعلان العام الموقع بين البلدين في 9 من يوليو المنصرم لعام 2018 بدء لقاءات المواصلات والتجارة والاتصالات بين البلدين. وبهذا الموجب بدأت خدمات الاتصالات المباشرة في 9 من يوليو المنصرم، وخدمات الخطوط الجوية في 18 من يوليو الماضي، والخدمات البحرية في 5 من سبتمبر الجاري. وجه رئيس مجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا لقاس كلمة بمناسبة عيد القديس يوحنا المجيد، وشرح نيافتي في رسالته مضمون المناسبة الدينية، وهنأ الشعب الإريتري عامة وخاصة المسيحيين، وقال هنيئا للانتقال بالسلام والحب من عهد ماريكوس إلى عهد لقاس. وذكر نيافة الأنبا في رسالته إلى مساعدة المحتاجين وأسر الشهداء إضافة إلى تطوير الحب والوئام والوحدة الوطنية. وقال نيافته أن عيد هذا العام يعتبر استثنائيا بما أنه يحتفى به في مرحلة مفعمة بتباشير السلام، موضحا بأن الحكومتين الإريترية والإثيوبية طوتا صفحة الكراهية التي استمرت لعقدين من الزمان، وانتقال الشعبين الإريتري والإثيوبي الشقيقين إلى مرحلة التعاون. في الختام قدم نيافة الأنبا لقاس تهانيه إلى أعضاء قوات الدفاع الإريترية البواسل الساهرين في سبيل الدفاع عن سيادة الوطن وإنجاح البرامج التنموية الوطنية الشاملة.
صرح مسؤول فرع النظافة والشتول والزهور في إدارة الإقليم الأوسط السيد فوتسوم هيلي في لقاء أجراه مع وكالة الأنباء الإريترية بأنه تجرى جهود ومساعي حثيثة مستمرة ومنسقة لضمان نظافة العاصمة أسمرا. وأوضح السيد فوتسوم بأن الفرع يسعى جاهدا للحفاظ على نظافة العاصمة أسمرا، حيث يعمل في هذا المجال حوالي 600 من عمال النظافة و12 من سيارات جمع النفايات ونقلها إلى مكب النفايات، وسيارتان لنقل مخلفات الصف الصحي، وثلاث أخريات لرفع مضخ الصف الصحي، منوها بأن هذا لا يكفي ويجب العمل بقوة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. وذكر عن نشر 200 صندوق لمكبات النفايات في كافة أرجاء العاصمة، ويتم رفع حوالي 20 من تلك الصناديق بشكل يومي. وقال السيد فوتسوم أن المتابع والمراقب الأول لسيارات جمع النفايات بالتنقل إلى الأحياء لتقديم خدمة للمواطنين هم المواطنون بأنفسهم، ورغم ذلك تجرى مراقبة جيدة، إلا أن تلك السيارات في بعض الأحيان لم تصل إلى المكان المطلوب. لذلك ينبغي على المواطنين الإبلاغ الفوري لإدارته، منوها إلى أن تقدم شفاطات الصرف الصحي الخدمات عبر طرق قانونية فقط. في الختام ناشد السيد فوتسوم المواطنين لجمع النفايات وخاصة البلاستيك في الأماكن المخصصة، وإلى الحذر خاصة خلال أوقات المناسبات. شهدت مديرية كرن انتخابات لتقرير مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين الذين انتهت فترة عملهم بآخرين جدد، وتم انتخاب مديران ومدير تنفيذي من أصل 5 مرشحين في كل نقطة في البرنامج المنتظم لتقرير المدراء الذين خدموا لفترة 3 سنوات. وناشد مدير مديرية كرن السيد رزق داويت الشعب لإبداء التعاون مع المنتخبين الجدد في كافة أنشطتهم من أجل تنفيذ المسؤولية الواقعة على عاتقهم بنجاح. في غضون ذلك أجريت في 14 ضحية بمديرية علا بعيد عملية انتخابات مماثلة. تم إحياء اليوم العالمي للقراءة في 10 من سبتمبر الجاري في الإقليم الأوسط تحت شعار القراءة مفتاح للجميع. وفي المناسبة التي شارك فيها وزيرة السياحة السيدة سكارلو مونقريوس وقائد هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الفريق فيليبوس والدويهانس وكبار المسؤولين في الدولة، ألقى رئيس الجمعية الوطنية للكتب السيد كوفلون ميكيل كلمة ذكر فيها أهمية المناسبة ودور القراءة الهامة في حل المصاعب والتحديات. بدوره قال الكاتب والباحث في التاريخ السيد علي مسكت تسفاي أن القراءة هي أساس متين للمعرفة المعمقة وأداة للتطور، إضافة إلى أن ترسيخ ثقافة القراءة على الأجيال المتعاقبة عمل مثمر لمستقبلهم المشرق، لذلك ينبغي منحها الاهتمام الأكبر. فاصل قصير المشاهدين الأفاضل المسلمون وفيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم جديد. قال الجيش الروسي أن طائرتين أمريكيتين من طراز F-15 أسقطتا قنابل فوسفورية على محافظة دير الزور السورية قبل يومين بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية. وأوضح الجيش الروسي أن الضربات الجوية استهدفت قرية هيجين وأدت إلى حدوث حرائق، لكن لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا. ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون الطائرات الأمريكية أسقطت قنابل فوسفورية، مؤكدا بأن الوحدات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست مزودة بذخائر الفوسفور الأبيض من أي نوع. وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا في الأيام القليلة الماضية مع دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية إذا تجاهلت دمشق التحذيرات الأمريكية من استخدام أسلحة كيماوية في هجوم متوقع على إدلب، آخر معقل كبير للمعارضة السورية المسلحة. قابت الصواريخ طويلة المدى عن عرض عسكري نظمته كوريا الشمالية بمناسبة 70 عاما على تأسيسها، وركز بدلا من ذلك على الأسلحة التقليدية والسلام والتنمية الاقتصادية. وحظي العرض العسكري المحدود مقارنة بالأعوام السابقة بإشادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفه بأنه بيان كبير وإيجابي للقيام من كوريا الشمالية. وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تسعى إلى تعميق التفاهم الاستراتيجي مع الصين في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين بيونغ يانغ
وبكين. أعلنت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مقتل وإصابة 33 من أفراد الأمن في هجوم لحركة طالبان على إقليم قندوز شمالي أفغانستان. وأوضحت الوكالة أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 18 آخرين. وقال مسؤول حكومي آخر أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 25 آخرون عندما فجر انتحاري يقود دراجة نارية عبوة ناسفة قرب موكب لإحياء ذكرى مقتل أحمد شاه مسعود قائد المجاهدين السابق المناهض للسوفيت. وقال مسؤولون أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا جراء إطلاق النار في الهواء في تحد للحظر على الاحتفال بإطلاق النار. أطلقت مؤسسة هولندية غير ربحية نموذجا تجريبيا لواحد من أكثر مشروعات تنظيف البحار طموحا حتى يومنا هذا. وقد جرى سحب النموذج التجريبي الذي يبلغ طوله 100 متر إلى بحر الشمال، حيث تعتزم مؤسسة تنظيف المحيطات إجراء سلسلة من الاختبارات على مدار عام كامل. وإذا ما نجح هذا السياج الطويل، تخطط المؤسسة لوضع نموذج كامل بطول 100 كيلومتر في عام 2020 يمتد بين هاواي والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي منطقة من المحيط الهادئ تعد أكثر ازدحاما بنفايات البلاستيك على مستوى العالم. وتهدف التجربة إلى رصد كيفية مقاومة السياج التجريبي لتيارات المحيط العنيفة وقوى الرياح العاتية حتى يتم بناء النموذج النهائي الكامل من السياج بحيث يكون قادرا على تحمل الظروف القاسية وجمع النفايات بكفاءة في مساحة أكبر. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.